جبت الورقة دي وكتبت عليها أي سماعة أو شاحن ب10 جنيه، وهروح دلوقتي ألزق الورقة على الباترينا الإزاز دي من غير ما حد ياخد باله خالص. المهم رحت لزقت الورقة على الباترينا الإزاز كده من غير ما حد ياخد باله، مكتوب عليها أي سماعة أو شاحن ب10 جنيه. وقمت رايح داخل على طول، سلمت على الناس اللي هناك قلت له لو سمحت يا كبير كنت عايز سماعة كده هاند فري حل أصلية تكون بتاعت موبايل تاني طالعه من الكرتونه. قال لي تمام يا فندم مفيش اي مشكله. وبالفعل الراجل على ما جاب السماعه كنت انا طلعت 200 جنيه من جيبي واديتها لاخوه تاني قلت له فكها لي. المهم الراجل راح جاب السماعه فقلت له تمام انا عايز شاحن بقى اصلي حل حاجه برضه اصليه تكون حل بتاعت موبايل. قال لي تمام يا فندم مفيش مشكله. الراجل راح يجيب لي الشاحن وجاب لي برضه شاحن اصلي زي ما انتم شايفين كده. خدت السماعه والشاحن، كان اخوه بقى جاب لي الفكه، قمت واخد الفكه وبحاسب بقى، قمت مطلع 20 جنيه وقمت عطاها له. مين اللي خلي يا كبير؟ قلت له ربنا يخليك. فقال لي ايه ده يا فندم؟ قلت له 20 جنيه حق الحاج. قال لي 20 جنيه يا فندم ده السماعه الوحيده ب 100 جنيه. قلت له سماعه ايه ب 100 جنيه يا عم؟ انتوا مش عاملين عرض يا عم؟ ايه اللي عرض ايه يا فندم اللي احنا عاملينه؟ قلت له يا عم وانا هنصب